يضربك سكينه بكل قوته ويقول لك خو ما انجرحت، ترى اني متعاطف وياك. هذا بالضبط اللي قالته السويد. احنا حرق القرآن ما يمثل آرائنا، لكن شنو لازم نحمي حرية التعبير، فالإطلابة يم حرية التعبير. وما اريد اقول لك هذا الحكي الكلاسيكي والله يسمحون بحرق القرآن وما يقبلون اذا واحد حكى على اهل الالوان. بس اللي اريد اقوله اي شيء تافه يصير من جانبهم تلقى كل الدنيا خاف صروحة عليه، حتى ناسنا. واما هسه حادثة مثل القرآن فتشوف فلاسفة السوشيال ميديا، منظمات ومجتمعات عمي ينزلوا لكم صورة اعتبروه بزونة وماتت، موضوع إنساني، واعتبروه الفيديو مال فاذر اب واحكوا عنه فاذر اب. افهم يا بشر، احترام مشاعر الآخرين خرط يضحكون بيه على الناس، وحرية التعبير هي عبارة عن سحق هويتك الثقافية غصبا عليك، وهذا صار شيء رسمي، والسويد مثال. وهسه فني احكي على قوم لوط، هسه يشلفون الفيديو صاحبه وحسابه وحساب اهله كافي. والهدف من حرق القرآن هو لهدم المقدس عندك، وهاي مو أول مرة يحرقوه، حتى تستنكر مرة مرتين وبعد تتعود يصير شيء عادي. وهذا بالضبط اللي يشتغلون به على كل مقدس عندك، من علماء، من حوزة، من إمام، من نبي، من حتى فكرة الإله. وهذا الانفلات المحمي بقانون حرية التعبير ما راح يتوقف، فهو نفس هذا القانون اللي يخطف الأطفال من ذويهم بحجة رعاية الشباب، فيفصلون الطفل من عائلته بالكامل إلى أن يرجعوه إلهم منحط. بنتي اخذوها عمرها 13 سنة، رجعوا لي اياها لا قيم لا اخلاق، فنانة بالكذب، تسرق، تشرب سجاير، تاخذ مخدرات ما اعرف بها وين، رجعوا لي اياها انسانة تافهة. بالأخير السالفة مو بس حرق أوراق القرآن أو هدم مقدس، وإنما استفزاز للمسلمين حتى يشوفون ردة فعلهم ويسوقوها للعالم، وشوف المسلمين يستحقون اللي يصير بيهم. فيا مسلمين، الحضارة القادمة حضارتكم، وأنتم اللي تملكون البديل الأخلاقي والقيمي لهالقوانين. دينكم مليان قوانين أخلاقية وتشريعات مهمة، والإسلام هو اللي يشرح ويفسر الحياة بطريقة واقعية وصحيحة. وهالعداء على الدين ما كان إلا لكون